منصور عامر وحسن راتب اتبرعوا بتلت ثروتهم للخير، ونجيب ساويرس اتقال انه اتبرع بمليار جنيه. بس اللي عمله الباز الكل بيحلف بيه. اغنى 5 رجال اعمال في مصر قرروا انهم يقفوا مع الشباب والفقراء. بس يا ترى عملوا ايه؟ وليه اتبرعوا بثرواتهم؟ وايه اللي عمله الباز؟ كل دي تفاصيل هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. كتير مننا بيشوف رجال أعمال وعنده إحساس إنهم عايشين في عالم تاني كله عربيات وقصور فخمة، ما يعرفوش إن كل واحد منهم ليه حكاية ووش تاني مش ناس كتير تعرفه. الناس دي قررت تفتح حساب في الآخرة قبل الدنيا. وخلينا نبدأ برجل الأعمال منصور عامر، واللي فاجئ ناس كتير جدا لما طلع وقال إنه قرر يتبرع بتلت ثروته لأعمال الخير. ولما اتسأل في برنامج صاحبة السعادة ليه تعمل كده، رده كان بسيط ولكنه طالع من القلب. قالك الفلوس دي مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا واحنا بس بنديرها. وقال كمان ان ربنا ادانا حق نتصرف في التلت بره الميراث، فليه استنى لما اموت واستنى حد يبني جامع او يعمل سبيل باسمي؟ علشان كده قال انا اعمل لنفسي من دلوقتي وتبقى صدقه جاريه. كلام بسيط بس وراه فلسفه كبيره، فكره انك تفتح حساب في الاخره وانت لسه عايش. وقال جمله تهز اي حد: ممكن احتاج حسنه لما اقابل وجه كريم، وساعتها محدش هيسمعني. علشان كده قلت استعد من دلوقتي. ومن هنا أسس الوقف المصري، وقال أي فلوس بتستثمرها مع ربنا في الآخر كسبان. نفس الطريق ده مشي عليه الدكتور حسن راتب، واللي قرر من سنة 2017 ياخد تلت كل اللي يملكه ويحطه في مؤسسة اجتماعية مش للصدقة وبس، لا، مؤسسة للابتكار والإبداع ومشروعات الشباب. حسن قال إحنا مش بنرعى فقراء وبس، إحنا بنصنع رجال أعمال جدد. تلت مصنع الأسمنت وتلت جامعة سينا وتلت قناة المحور كله بقى مملوك للمؤسسة. وقال وقتها إن المؤسسة دي حجمها أكتر من 2 مليار جنيه، وهدفها هو تشغيل الشباب وتفتح لهم أمل حقيقي في المستقبل، وده حسب اليوم السابع. حسن كان شايف إن المشكلة مش في الفقر، المشكلة في إننا بنستورد حاجات نقدر نصنعها. فقرر يوجه الشباب للصناعات الصغيرة، وقال لازم نبقى سوق لإفريقيا كلها مش لمصر بس. يعني تقدر تقول بيضرب عصفورين بحجر، بيشغل الشباب وبيشجع التصنيع المحلي وبيوفر عملة صعبة كمان. ومن هنا نروح لعيلة ساويرس والمعروفة بأعمال الخير، لدرجة إن انتشر كلام بإن نجيب ساويرس اتبرع بمليار جنيه لأعمال الخير. بس ساعتها طلع ونفى كل الكلام ده، وقال إنهم عندهم مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية وميزانيتها وصلت لمليار جنيه سنويا. المؤسسة هدفها إنها تأهل الشباب لسوق العمل وتخلق فرص شغل حقيقية مش وهم. ومش بس تدي فلوس، لا، ده كمان تدي مهارة. بس خليني أقولك إن اللي ليه دور أكبر في أعمال الخير في عيلة ساويرس هي يسرية لوزة، ست عظيمة اتصنفت من مجلة تايم ضمن أكتر 100 شخصية تأثيراً في العمل الخيري في العالم. ست من أغنى عائلات مصر، ولكن اختارت تعيش عمرها كله وهي بتخلق فرص عمل للناس علشان تطلعهم من الفقر. ومن وهي صغيرة كانت بتاخد ولادها يزوروا المناطق الفقيرة وتعلمهم إن الغنى مسؤولية مش رفاهية، وده بحسب فيتو. لدرجة إن ولادها بيقولوا إنها لازم تجمع منهم مبلغ للجمعية الخيرية بتاعتها، وده علشان تساعد الفقراء. أما أحمد أبو هشيمة فده قصة لوحده. الراجل ده ما بيسيبش أي فرصة إلا ولازم يتبرع بجزء من ثروته، وده لأعمال الخير. لدرجة إن وقت الأزمة الصحية سنة 2020 لما كتير من العمال قرروا إنهم يقعدوا من شغلهم، قرر يتكفل ب2000 أسرة في 11 قرية في 6 محافظات مختلفة. وقال وقتها في ناس بتشتغل يوم بيوم ومجبرة تنزل رغم الظروف الصعبة، والدولة عملت اللي عليها، وإحنا كمان لازم نعمل اللي ضميرنا يقول عليه، وده بحسب اليوم السابع. مش بس كده، ده في السنة اللي بعدها حسب موقع برلماني وقع بروتوكول مع بنك الطعام المصري لمساعدة 200,000 أسرة، يعني حوالي 1,000,000 مواطن، وده خلال شهرين بس. وساعتها وجه شكر مباشر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن مبادرة حياة كريمة لوحدها بتمس حياة 50 مليون مواطن، وإن اللي جاي للقرى هيبقى تغيير عمره ما حصل قبل كده. لو هنتكلم عن أعمال الخير ما ينفعش ننسى أحمد الباز، صاحب سلسلة مطاعم قصر الكبابجي. الراجل ده بقى سر إمبراطوريته والغنى اللي هو فيه 100 جنيه طلعها لأعمال الخير. أيوة زي ما سمعت كده، وهو بنفسه حكى لصدى البلد إن فتح مطعم في بداية حياته والدنيا ما كانتش ماشية معاه، لحد ما في يوم راجل غلبان طلب منه فلوس واداله آخر 100 جنيه معاه، وفي نفس الوقت جاله أوردر كبير من مطعمه، وده كان وش السعادة عليه. ومن ساعتها قرر إن أي أوردر يطلع يكون في جزء منه للخير. لا، ومش بس كده، الباز كمان دايما بيعمل مبادرات لتجهيز العرايس ومساعدة شباب بلده، لدرجة إن ناس بتخلف بجدعنته. ودلوقتي قول لنا رأيك إيه في مبادرات رجال الأعمال.